السلام عليكم يا فندم. مساء النور. ايه ده؟ مش المفروض العكس باين؟ اتفضل يا فندم، اقدر اجيب لك ايه؟ Can I get a Can I get a Can I get a عربي يا فندم بعد اذنك. واحد ماتشا وستروبري. حضرتك في ايدك ماتش؟ انا ممكن ارشح لك مشروب تاني من اللي عندنا في المنيو. يا عم هي طالبة معايا انت عارف الماتشا بتهديني، تخليني فوكست وانا بقرأ كتاب يعني بيقول يعني 6 اسباب ليه المرأة اسطورة وما تستاهلش الدورة الشهرية. واحد ماتشا وستروبري. حاضر يا فندم، اتفضل. فندم بكلم حضرتك. I'm sorry ما خدتش بالي. I'm so in my head. المكان عجبني جدا، ديكور اخضر، بحب الحاجات المصادقة للبيئة. طلعنا نص شجر الحي عشان نجيب البتاع دي عشان ما عندناش فلوس، فاحنا فشخنا البيئة. لا الموضوع بيبقى صراحة، بحب الرئة. خلاص يا فندم، اتفضل اقعد. واحد ماتشا وستروبري. فندم سوري، نركز في الكتاب. ايه كتاب؟ بتحب القراية حضرتك؟ مفيش طريقة احسن من دي تاخد منها معلوماتك، مكتوبة بكل وقائع. الكتاب ده من احد كتبي المفضلة. كتاب ايه ده يا فندم؟ معلش انا متحمس شوية، اعذرني عشان انا بحب القراءة جدا يعني. ده كتاب اتوميك هابيتايتي، العادات السرية. وبيتكلم عن ايه العادات السرية يعني؟ ما يعني انا لسه بدأه بس من شوية يا فندم. حضرتك في نص الكتاب. ده انا الاول بس بعمل له سكيم سريع. انت قلت ان ده كتابك المفضل بس ما قلتش اني خلصت. ايوه بس اكيد اشتريته عشان معجب بيه وعارف بيتكلم عن ايه يعني، شفته في مكان. انا عايز اجيب الكتاب ده عشان مضمونه انا عارفه. انت لو قلبت الكتاب هتلاقي الجريدة بتقولك الكتاب ده بيتكلم. انت مزعج جدا. ممكن تعمل لي مشروبي؟ انا هروح هكون على التيبل بتاعتي مستني المشروب. لزنان جدا. ماي اقعد فين مكان يكون كله شيء. وده كورنر إضافة شيخة عشان الصورة، زاوية ذكية في قلب الديكور. النسوان مش مستعدة للصور الجديدة. ماتشا بتاعت مرتضى والظبط تقيلة قوي. علينا اللي انت بتقوله ده. حضرتك مرتضى بالظبط؟ كنت ما تقولش. ايوه انا مارو. من حضرتك اسمك مرتضى؟ مارو. طب يا فندم حضرتك لو حبيت تزود سكر هتلاقيه في الركن اللي هناك يا فندم. معلش ما خدتش بالي منك. ما خدتش بالك مني زي ما انت كنت بتكلمني من شوية. فصلتني، كنت منفصل واخد وقتي عشان افصل وارجع اتواصل مع افكاري تاني. عارف ان معظم الرجالة مش بتحب تقول كده، بس وصلت لنقطة التواصل مع حيواني الروحي. حاسس I believe ان انا غزال وابن 60. بص يا صديقي، الجانب السوفت منك كراجل masculine actually مهم زيه زي اي جانب. انا عارف تاني ان معظم الرجاله بتحب بس صدقني دي حاجه هتساعدك جدا في المنتل هيلث بتاعتك. خد يا فندم وخد المشروب بتاعك. ايه الاوتفيت بتاعي منين بتسأل؟ ما سألتش. اخرس. thrifting طبعا my favorite. ذوق المولز والستورز كله سيء، مش بيكسبرس، مش بيعبر عني. مش هتتخيل حتى التوت باج بتاعتي اللي بحط فيها كتب حقوق المرأة، او الايبود اللي بسمع من عليه بودكاستات empowering feminist جايبها برضو من سوق الأزبكية. my absolute favorite to shop at. صدقني حضرتك انا بجيب هدومي من الوكالة برضو عادي، بس ده عشان انا مضطر، مش معايا فلوس انطرهم على اقل محل هدوم يقوم مديني شاكيتة. بنروح نستر نفسينا، مش بنعبر عن الجانب الكيكة بتاعنا. لا مؤاخذة. oh my god irrelevant. طب ترغي كتير ليه؟ شوف شغلك. تفضل حط المشروب يلا. شش. لولا ان المرتب فارق لي كنت غزيتك في منطلونك وحطيت المشروب في اماكن الشمس مش بتوصل لها. تحياتي ليك يا مرتضى. يا ابني
ايوه ده هي دي الوجوديه. بدات اثقف نفسي فيها مؤخرا. دي absolutely heavy، يعني دي حاجه تقيله جدا. تمام. كلنا عندنا نقطة ما في حياتنا كنا بنتكلم بطريقة، نلبس لبس، نمشي مشية، نوحي ان احنا بنحب حاجات بتوصل ايحاء انك مثقف مثلا مع اصحابك على القهوة وعارف ايه سر الفيفا عشان صحابك يبطلوا يهمشوك في خروجات ليها علاقة بالفيفا، او انك مكتئب في اعدادي وثانوي وسط الناس عشان ما عندكش صحاب فعاوز تحظى باهتمام اللي حواليك، او انك بتحب الشطرنج. بجد اللعبه دمها تقيل قوي بالنسبه لي يعني، وقيله عالي عشان الحنشايه من اسكندريه خريجه اداه تبعت لك طلب صداقه وتقول لك علمني. كل دي شخصيات بتمثلها، ولكن هل انت بالفعل فاهم اللي بتقوله؟ هل انت فعلا بتحب الحاجات دي؟ اطلاقا، ده تمثيل للشخصيه مش اكتر، وبتحب الايحاء اللي بتوصله للناس. انت قلت ايحاء؟ ريح يا نجم، ريح يا نجم، كفايه يا ابني، انت مش لسه قايل ايحاء بعد اذنك؟ الحاله دي مش عنك، اتفضل. معلش يا جماعة، هو بيجي على السيرة. كل ما تحظى باهتمام الحنشاية أو صحابك يتعاطفوا مع اكتئابك، كل ما تنغمس أكتر وأكتر في الشخصية دي لحد ما يبقى ده كل اللي عندك. كلنا عندنا شخصية الموظف المثالي في الشغل، ما تقدرش تهزر هزار الصحاب في بيئة العمل، يعني في البيت ما تقدرش تظهر شخصيتك الحقيقية 100%، لأن في حاجات ما بتقولهاش، لكن لما هتيجي تقعد لوحدك مع نفسك، لا، في شخصية مميزة صقلتها تجاربك الحياتية وحاجات جربتها فعلا بقيت مهتم بيها، ومبادئ خاصة بيك مبنية على حقائق انت عشتها. المشكلة في النوع ده ان شخصيته بتتحدد بناء على الترند القادم، دايما نفس الهدوم، التوت باج والماتش اللي ماسكها باطراف الاصابع كأنها قرار سياسي، وكتاب عمره ما يعدي الصفحه رقم 17، واصلا ما قراهوش لحد صفحه 17، هو فاتحه من النص يديك ايحاء انه يتم تصفحه. انا مش بقول ان اي شخص بيشرب ماتش او بينطبق عليه الوصف ده داخل يلقط اعجاب، لا، في ناس فعلا بتحب الحاجات دي، بس المحاولة المبالغ فيها لإظهار الشيء ده بيقول انه شخص بيحب يحققها. عايزك تشوف انه حساس عميق وانه فوق الاستهلاك العادي بتاع البشر، هو واعي اكتر من بيتنا ويديك نظرة كأنه فاهم الحياة اكتر منك، وهو معاك. اللحظة اللي هتفتح معاه فيها كلام حقيقي هتكتشف انه دخان كتير جدا من غير اي كفتة كون شخصية كاملة من مجرد 4 اكسسوارات. واديني بقى انا فخور ان امي ست، نفسي ستات تحكم العالم وتحكمني شخصيا، ابوس رجول وجودك. انا عارف ان معظم الرجاله مش بتحب كده، بس نسخة حساسة لزجة ومزيفة، ولكن اللي فعلا بيبقى كده صدقني مش هيبقى بيبالغ في الامر قوي، زينا زي اي معتقدات ومبادئ عند اي حد فينا. يعني مش بنلبس لبس مكتوب عليه مثلا ان احنا ضد الظلم واكس كبيرة قد كده وحمرا على كلمة العنصرية مثلا، ونعمل سكتشات نجيب فيها اسود زبال، ويطلع واحد يقول لك لو سمحت بلاش تتنمر على الاسود الزبال عشان انا قصاد تنمر على السود الزبري. بنؤمن في قرارة أنفسنا بكل ده وبيطلع عشان نواجه بيه، أو في إطار حديث معين. يعني يا أخي ده حتى الطغاة اللي في قرارة نفسه عارف إنه طاغي وابن 60 جزمة، بس أكيد مش هيطلع يقول للناس على المنبر إنه صباحه يتم طغي واكل مال اليتيم، لا، بيطلع يقول كلام عن السلام والامن والوجه الحسن، وهو ليه 16,000 صوره 4K وسام شرف زنخه وزندقه في ملفات إبستين. طبعا حب ما تحب وافعل ما تفعل، ولكن ما تزيفش هويتك ونفسك وتبقى مسخ ترندات لاجل اهتمام لا طائل منه، وتخسر فرصه انك تكون انت شخص حقيقي ومميز له ثوابت مبنيه على تجاربه الشخصيه. ولو لقيت حد كده يعني ما تدلوش الاهتمام اللي بيتصيده، لان ده هيخليه كل يوم يتقمص الشخصيه اكتر واكتر، لان ده الشيء الوحيد اللي بيغذي الشخصيه المزيفه دي. وبس ده كل اللي عندي. اراكم حين اراكم، انت حر ما لم تضر وما لم تتعدى حدود الله. تحياتي.